مهما كنت شاطر أو ذاكرت أو جهّزت ذاكرت كل الأدوات اللي أنت محتاجها عشان تشتغل، ذاكرت لغة البرمجة كويس، عرفت تستخدمها إزاي، محضّر نَفْسك كويس أوي، بتيجي لحظة الinterview هي اللي بتقرر أنت هتتعيّن فعلًا في الشغلانة دي والّا لأ. للأسف الinterview من الحاجات اللي إحنا كلّنا عارفين إنها مش من الحاجات الكاملة في صناعة السوفت وير، ولكن هي الأداة الوحيدة اللي بتخلّيني أقدر أختار developer مناسب للشغل والّا لأ، ودي سلاح ذو حدين، واحد إنك أنت لو جهّزت له كويس أوي و عرفت هتعمل إيه في الinterview ممكن تتعيّن، التاني هو إنك أنت برغم كونك شاطر وعارف كل التفاصيل اللي الشغلانة محتاجاها، ممكن جدًا ما تأدّيش كويس في الinterview وما تتعيّنش، وفي الحالة دي أنا كemployer هاخسر candidate كويس، وأنت في نفس الوقت هتخسر فرصة كويسة. نعمل إيه في الحالة دي؟ أنا باقول إن التجهيز للinterview مهارة مختلفة شوية عن مهارة الdeveloper والأدوات اللي بيستخدمها بشكل يومي. يعني ممكن جدًا يبقى حد شاطر جدًا وأنت اشتغلت معاه وعارف إن هو يقدر ينفذ المهمة دي بشكل كبير جدًا، بس في نفس الوقت ما هواش شاطر في الinterviews. طيب أنا النهارده عايز أتكلم عن إيه؟ أنا النهارده عايز أتكلم عن أداة ممكن تستخدمها في الinterviews تخلّيك تبان إنك أنت حد مركّز وحد أفكاره مرتبة ومنظمة علشان توصل للinterviewer بشكل كويس. الأداة دي هي الحقيقة طريقة إجابة الأسئلة، وفي نفس الوقت هي طريقة للتحضير للinterview. الطريقة دي متّبعة جدًا وrecommended في الشركات الكبيرة. معظم الشركات الكبيرة لمّا حتى بيطلبك للinterview بينصحك تكون محضّر للinterview باستخدام الtool دي أو الmethodology دي، هي اللي اسمها STAR method. STAR مكوّنة من 4 حروف STAR situation task action result. situation يعني الموقف اللي أنت اتحطيت فيه، الموقف ده ممكن يبقى حاجات كتير أوي، ممكن يبقى المشروع، السيناريو اللي حصل، المشكلة اللي حصلت whatever إيه بنحطه في سياق إن ده موقف. T task وده بتحدد فيه اللي كان مطلوب منك في المشروع ده، مهامك كانت إيه؟ مهامك كانت إيه في الوقت ده؟ في الsituation ده مهامك كانت إيه؟ action إيه اللي أنت خدته من actions، يعني إيه عملت إيه علشان خاطر تنفذ المهام دي أو تحل المشكلة دي، والresults إيه الoutcome. فما ينفعش ما يبقاش في outcome. هاقول لك مثال على الstar دي دلوقتي، بس هاقول لك الناحية التانية ناس كتير في الinterviews بيحصل معاها إيه. أنا كحد دخلت interviews كinterviewee أو كinterviewer، يعني عملت interviews لناس وفي نفس الوقت دخلت interviews كتير أوي عشان أقدّم على شغل، لقيت إن الترتيب أو الوضوح في تقديم نفسك أو الوضوح في الكلام عن المشروع أو عن الموقف اللي أنت اتحطيت فيه بيكون مهم جدًا في الinterview. فأنا لمّا أكون باعمل لحد interview ويبتدي يحكي من غير ما يكون مرتّب التفاصيل بتاعته أو يكون مرتّب هيقول إيه ويتوه، دي بتضيّع وقتي أنا كinterviewer، وفي نفس الوقت ما باخدش الoutcome اللي أنا عايزه. أنا عايز نقطة معيّنة أو عايز تفصيلة معيّنة محتاجها علشان خاطر أكتب عندي في الreport إن الinterviewee دوّة الcandidate ده كان مناسب وعنده المهارة دي أو عرف يتصرّف بشكل كويس في الوقت ده. ده اللي بيحصل لمّا بنكون مش منظمين، مش مرتبين، داخلين نقول أي كلام. الstyle method بتحل المشكلة دي. أنا هادّيك مثال، أنا دلوقتي developer مطلوب مني أعمل web application، تمام؟ الweb application ده هيتعمل بتكنولوجي جديدة لسبب مرتبط بالمشروع نفسه، ما علينا من الأسباب. أنت هتحكي الsituation دوّة على إنه هو ده الsituation بتاعك في الحكاية اللي أنت عايز تحكيها. طيب دلوقتي جالي مشروع ومحتاج تكنولوجي وليكن C# في الback end وأنا ما أعرفش التكنولوجي دي. ده كده الsituation. الtask اللي كانت مطلوبة مني إن أنا أنفذ الback end بتاع المشروع ده. action أنا عملت إيه؟ أنا دلوقتي لقيت نفسي محتاج أتعلم تكنولوجيا جديدة، ابتديت أركز على المصادر اللي أنا محتاج أتعلم منها، أرتب وقتي، أنظم
ازاي هتعلم سي شارب في وقت مناسب قبل بداية المشروع. ريزلت ان انا قدرت اشتغل في المشروع ووصلت لان انا سلمت المشروع في الوقت المطلوب. ده طبعا مثال ممكن يكون سطحي جدا، بس اللي انا اقصده من المثال ده انك انت بتوضح السيتويشن اللي اتحطيت فيه، التاسك اللي كان مطلوب منك، الاكشن اللي انت عملتها علشان تنجح المشروع او تنفذ المطلوب منك، والريزلت اللي حصل. ما ينفعش تفوت حاجه من الاربعه. ما ينفعش تقول انا عملت كذا والاوتكم ما كانش مناسب، لا غلط. لازم يكون في اوتكم للحاجات اللي انت نفذتها، للطريقه اللي انت اشتغلت بيها، الاكشن اللي انت اخترتها. حاجات مهمه لما نتكلم بطريقه الستار. طريقه الستار دي ممكن تستخدمها في اي حاجه في اسئله الانترفيو، وتكون مجهز نفسك لكل انواع الاسئله باجابات متبع فيها طريقه الستار ميثود. شويه نصائح بقى تخص طريقه الستار ميثود نفسها وانت بتنفذها. اول حاجه لازم تحدد دورك انت في اللي حصل. يعني لما انا اتكلم situation task action result لازم اتكلم عن نفسي. لو قعدت اقول التيم عمل التيم عمل التيم عمل طول القصه دي، الانترفيور مش هيفهم انت كان دورك ايه ونفذت ايه. لازم تقول انت عملت ايه في السيتويشن ده، وحليت المشكله ازاي، او سلمت المشروع ازاي، او وات. تاني حاجه ما تالفش، ما تقولش حاجه ما حصلتش، لانك انت اولا وقت ما الانترفيور هيعرف او هيحس انك انت بتقول حاجه ما حصلتش، ده هيضيع مصداقيه الانترفيو كله. دي حاجه. تاني حاجه، لو في حاجات تكنيكال بدات تقول ان انا عملتها واتسالت فيها في الانترفيو ما عرفتش تجاوب، فده معناه انك بتكذب، وده كمان هيضيع مصداقيتك، وفي الاغلب هيضيع منك الانترفيو. تكون محضر قبل الانترفيو كذا سيناريو، وبالذات المشاريع اللي انت عملتها في حياتك وحطيتها في الريزيومي بتاعتك، حطيتها في السي في. كل المشاريع دي تكون محضر لها سيتويشن تاسك اكشن ريزلت لكل مشروع. المشروع كان ايه، والتاسك المطلوبه منك في المشروع ده كانت ايه، الاكشن اللي انت عملتها علشان تاوفركم اي تشالنج، او علشان تسلم المشروع في ميعاده. وتفر اللي انت عملته فعلا تكون محضره في اجوبتك. الريزلت لازم تكون حاجه ميجرد. انا سلمت المشروع في ميعاده، اللي هو كان مطلوب المشروع يتسلم في 3 شهور، فقدرنا نسلم المشروع في ميعاده. قدرت انفذ المطلوب مني عشان المشروع يتسلم في خلال 3 شهور. عملت حاجه قللت الوقت اللي الريكوست ده بياخده، فاكون عندي ريزلت ميجربل. قللت الوقت من وليكن 20 ثانيه خليته 10 ثواني عشان الريكوست يبقى اسرع، وهكذا. يعني وتفر انت بتكون عملت ايه، تدي ميجربل اوتكم ويكون حقيقي، ما يبقاش متالف. لو الاوتكم ده مش ميجربل بشكل ما، تقول ان الريزلت كانت كذا واحنا عملنا كذا، ومفيش ميجرمنت، بس النجاح اتقاس بالطريقه دي. بس الستار ممكن كمان تتبعها وانت بتكتب السي في، وانت بتحضر مذاكرتك للانترفيو، وانت بتعمل كل حاجه مرتبطه بعمليه التعيين او وانت بتقدم للوظيفه. خلي في دماغك دايما انك انت تبقى مرتب افكارك بشكل واضح، توصل للانترفيور وما تبقاش متلجلج ومتلخبط وبتروح يمين وشمال، لا، تكون كل حاجه بالترتيب، وتفتكر كويس انت عملت ايه في كل مشروع، والامباكت بتاعك انت كان ايه في المشروع، علشان خاطر ده بيوصل لصوره اوضح لطريقتك وادائك في شغلك. يعني هو الانترفيور هيفهم اوكي انت بتقدر تنفذ ده في السيتويشنز دي، في المشاريع دي، وهكذا. بس يا سيدي، هو دي الحاجه اللي انا كنت عايز اتكلم عنها النهارده، لان انا عديت عليها كتير في حياتي، وحسيت انها هتبقى مفيده للناس اللي لسه بتذاكر، ان هو يفهم ان في ادوات يقدر يستخدمها في التجهيز للانترفيو، ويقدر يستخدمها كمان في تجهيز السي في بتاعه. شكرا انك انت سمعت الفيديو لغايه هنا، والسلام عليكم.